هي فكرتك ايه عن صحتك النفسية في المستقبل؟ ناخد نموذج، هخرف، هكبر، هيسيطروا عليا، مش ده هيجيلي زهايمر، مش ده اللي بيجي. اوكي، دي لازم استغفر عليه لان ده جاي. طب ثواني، هبقى لوحدي صح؟ ها؟ بس دي في العلاقات، استني شويه. ما انا هعيا زي جدودي بنفس المرض مثلا، هعيا بنفس المرض، بس انا عاوزه صحتك النفسيه. هبقى عصبي، هبقى خلقي ضيق، مش دي فكرتك؟ لازم تكتبها بالتفاصيل والفكره دي هتتحقق. اخد فكره طول الوقت، في اي يوم لازم اعملها منبه كده كل يوم. لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين. ده مش هيحصل، ده افكار شيطاني وانا بريء منها. واعمل احلال للفكره كصوره ذهنيه بقانون الامتنان. يعني لو هي الفكره متمكنه قوي هيبقى قانون الامتنان كتابه. لو مش متمكنه قوي هتبقى بغير الصوره من صوره كاني بتخيل صوره تانية. يعني لو عصبي بتخلي انا قادر ريلاكسد وهادي. ولو عيال بيحبوني ولسه حكيم، ما اتهبلتش، عيالي ما بيسيطروش عليا، مش بتعامل ان انا ولا حاجه. ففكرتك اللي انت هتفكرها عن مستقبلك هتتحقق. حط مخاوفك كلها وواحده واحده فيهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وغير الفكره ده واشكر المستقبل. يعني مثلا ان انا قاعد طول الوقت بتطور، فكره ان هو يبقى ابديت طول الوقت، خليته طول الوقت ذكي، طول الوقت عنده صاحبة فكر، طول الوقت راح تسأليه ويكلمك، ما تحالش على المعاش. فهمت انا اقصد ايه؟ عكس لو انا هخرف، انا يتحكموا فيا، انا ماليش رأي، انا كذا انا كذا. هو طول الوقت كان بيقرا. فانت على من اللي انت هتعمله من دلوقتي، بما ان احنا اغلبيتنا في سن من 30 فيما فوق، اللي انت هتعمله عقلك من دلوقتي وهتتخيله هو اللي هتحققه. يعني اللي بينزل يمشي ويعمل رياضه ولسه اكشن مش هيعجز، اللي بيشغل ده مش هيعجز. هيكل محمد حسنين هيكل ميت كام سنه؟ حاجه و90 كان بيقرا لحد اخر يوم في عمره وميت هيكل. اوكي، ما خرفش، ما اتبهدلش، ما اتعملش. فانت على حسب فكرتك دي اللي انت هتحس ان انت فاكر اللي هيحصل لك في المستقبل ده اللي هتعيشه.